الآية دي لو حطيتها في جيبك أو حطيتيها في شنطتك أو في البوك بتاعك ليلة النصف من شعبان، ربنا هيرزقك رزق كتير جدا. الكلام الغريب والعجيب ده يا عم شريف، اسمع معايا واسمع معايا لحد الآخر، وسمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيركم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب وإيه الأعمال اللي إحنا ممكن نعملها في ليلة النصف من شعبان عشان ربنا يرضى عنا؟ قبل ما تكملوا معايا الفيديو، زوري تعبني شويتين فاعذروني لو صوتي متغير، ادعوا لي بالشفاء. زيادة الرزق والوفرة في المال، اكتبي الآية دي ليلة النص من شعبان، حطيها في محفظة أموالك واتفرجي على الخير والوفرة اللي في رزقك والوفرة في الأموال اللي أنت هتشوفيها. أهم حاجة اكتبيها ليلة النص من شعبان الآية دي، وهتجربي بنفسك وهتشوفي النتيجة. ما تنسيش تحفظي الفيديو ده بشير على صفحتك عشان تفتكري تعمليها ليلة النص من شعبان. كل سنة وأنتم طيب. طبعا الكلام اللي انتوا سمعتوه في الفيديو دلوقتي كله فاكس، يعني كله غلط في غلط، والكلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللاسف الشديد منتشر بين كتير من الناس وجايب لايكات كتير ومشاهدات كتير جدا، والناس ما بتصدق تشوف اي حاجه كده. يا سلام يا عيني، اما قصه عبره بصحيح، وكله عمال ينشر. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ ان ربنا بيقول لنا في الايه الكريمه ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني رزق ربنا واسع وكبير جدا ما تتصوروش ابدا، وممكن يديك اللي انت عايزه في اي لحظه وفي اي وقت، وهذا الرزق لا ينتهي ابدا. بس عشان ناخد رزق ربنا ونحصل عليه ما نجيبش الكلام ده ونكتبه في ورقه ونحطه في جيبنا ونعلقه في الشباك والكلام الفاضي ده، لا، ده خزعبلات. وانما عشان نحصل على هذا الرزق الواسع الكريم الذي ليس له حدود، نعمل اللي ربنا قال لنا عليه. ربنا قال لنا ايه في القرآن؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد عاوز يفتح كافيه، يفتح قهوه، وعاوز يدخل جواها شيشه عشان يظن ان الشيشه هتزود الرزق بتاعه، نقول له ما ينفعش الكلام ده، هذا حرام. عاوز ربنا يوسع عليك في رزقك، اختار المال الحلال واكتسبه بالحلال، حتى وان كان قليل ربنا هيوسع عليك في الرزق. اتق الله في الاوامر وفي النواهي وربنا هيوسع عليك في الرزق. ايه اللي سمعتوها من شويه من الاخت الفاضله اللي عملتها في البوك وقالت يا جماعه شوفوا الكلام ده يحصل ازاي، واوعدكم ان رزقكم هيزيد. الكلام ده كله غلط في غلط، ولو كان هذا الكلام صحيح لثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو بكر الصديق مثلا عمل الايه دي في ورقه وحطها في رقبته، او سيدنا عمر بن الخطاب حطها في جيبه. الناس دي افهم للقران مننا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لازم تتبين وتتثبت وتتحقق وتتاكد هل الكلام ده فعلا نعمله ولا ما نعملوش. طب نعرف منين؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الاختصاص، ما انتش لاقي خش على موقع درر السنيه او غيره وابحث هل الكلام ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لو هو لم يثبت يبقى ما ينفعش ان انت تنشره ابدا ابدا، وحرام عليك، لانك انت كده بتدعي علم الغيب. حد يقول لك حط حاجه هنا وهيحصل لك في المستقبل كذا، انت ايش عرفك؟ هو انت عندك علم الغيب؟ وهنا يجي السؤال الثاني، نعمل ايه في ليله نصف من شعبان؟ اسمع معايا يا عم الحاج الكلام الفاضي دوت. 4 ركعات في ليله النصف من شعبان، من صلاها قضى الله له حاجته وكل حوائج للدنيا والاخره. يوم الخميس ليلا يعني ليله الجمعه صلي صلاه المغرب ثم تصلي 4 ركعات، يعني بين المغرب والعشاء، صليها بطريقه ركعتين ركعتين. في كل ركعه تقرا سوره الفاتحه مره واحده، وقل هو الله احد، سوره الاخلاص 10 مرات. بعد ما تكمل ال4 ركعات تجلس في مكانك وتقول هذه العبارات، تقول يا رب اغفر لنا 10 مرات، يا رب ارحمنا ايضا 10 مرات، يا رب تب علينا ايضا 10 مرات. بعدها تقرا سوره الاخلاص قل هو الله احد 21 مرة. كل ده من الخزعبلات ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البدع، وما ينفعش تعمل الكلام ده ولا حتى تسمعه. لما تشوف اي واحد شيعي اوعى تاخد منه اي دين ابدا، ولا حتى تنشره تقول الدل على الخير كفعيل، لا، ساعتها تاثم وتاخد سيئات. والله العظيم، لانك انت بتبتدع في الدين وبتزود وبتزايد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ايه؟ من احدث في امرنا اي في ديننا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه يوم القيامه. تبقى انت بتفتكر ان انت لما تصلي صلاه زي دي تاخد حسنات قد الجبال، وتيجي يوم القيامه تلاقي سيئات مليارات السيئات. بل لو انت نشرت الكلام ده ساعتها كل واحد يصلي الصلاه دي تبقى في ميزان سيئاتك مش في ميزان حسناتك. خلي بالك، احذر، مفيش اي حاجه تعملها عباده مخصوصه في هذه الليله ابدا. كل احاديث ليله النصف من شعبان غير صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديث واحد بس. في اللي يجي يقول لك اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها، هذا كله غير صحيح. زيها زي الليله اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. فانت مثلا لو متعود تصوم اليوم اللي هو يوم الخميس فتصومه عادي مفيش مشكله. طب لو انت متعود كل 13 و14 و15 من كل شهر هجري تصومهم فتصومهم عادي، لان ليهم فضل معين عشان هم 13 و14 و15 من كل شهر هجري، سواء كان في شعبان او في صفر او محرم او رجب او غيره. اما بقى لو انت مثلا بتقرا قران، مثلا بتقرا كل يوم نص جزء او جزء قران، فانت برضه في نفس الليله دي بتقرا نفس النص جزء ونفس الجزء بتاعك اللي انت بتقراه، مفيش اي مشكله. لو زودت عادي زود في الليله دي، بس مش عشان ليها فضل معين عن بقيه الليالي، لا، نعم هي ليله رحمه زي ما هقول لكم دلوقتي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضه لو انت متعود تكون كل ليله في حياتك ركعتين او 4 ركعات او 6 او 8 او 10 او اي
اي عدد وبتختمها بالوتر، فالليله دي زي بقيه الليالي عادي. اما بقى الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في فضل هذه الليله، وان كان الحديث ده مختلف فيه، في علماء ضعفوه وعلماء حسنوه، لكن ناخد بهذا القول ان هم في علماء حسنوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله بيقول ان رب العالمين بيطلع على كل خلقه فيغفر لاي احد في هذه الليله الا لصنفين. اوعى تكون من الصنفين دول الا لمشرك واحد بيشرك بالله عز وجل بيكفر، والشرك طبعا ده انواعه كتيره جدا، او ان هو مشاحن. يعني مشاحن يعني بينه وبين امه وابوه، بينه وبين خاله، بينه وبين عمه، بينه وبين اخته، بينه وبين صاحبه او بينها وبين صاحبتها في مشاحنه وفي بغضاء، ما بيكلموش بعض. ده ما ينفعش في الليله دي تعدي ولا في اي ليله ابدا. تقول لي بس يا عم شريف انت ما تعرفش الظلم اللي امي ظلمته لي، واللي ابويا بياكل حق ازاي، وياما هني وياما ضربني، واخويا ياما عداني وياما جه في صف مراته عليا. يا عم انسى يا عم والله العظيم هنموت وانت هتموت وكلنا هنموت. اقل حاجه ابعت له رساله، قول له معلش يا اخويا انا اسف حقك عليا، معلش انسى الكلام اللي فات، كانت لحظه غضب، كانت ساعه شيطان. اي كلمتين كده على الواتس لو انت مش عارف تكلمه ومش قادر، يمكن هو يكون قلبه لان كده بس هو مستني كلمه منك حلوه. خليك انت الاحسن يا اخي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ وخيرهم من يبدا بالسلام، فخليك انت الخير. يا عم شريف دلوقتي لو حد من الناس دول كان بيني وبينه شحناء وبغضاء وما كنتش بكلمه ومات، اعمل ايه؟ ادعي له بالرحمه واسال رب العالمين ان هو يرحمه ويغفر له، ما تدعيش عليه. يبقى مثلا لو والدتك ماتت او ابوك مات وكان بينك وبينه اي شحناء او اي عداوه، فادعي له دلوقتي، فهذا من البر بالاب والام. لو انت قاطع رحمك بقالك فتره ما بتتصلش بعمتك بخالتك باي حد، خد ارقامهم كده وقول لهم السلام عليكم، ازيك يا عمته، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، بس حبيت اطمن عليك واقول لك كل سنه وانت طيبه، وبس كده كلمتين ورد غطاهم. حصل لك ايه؟ نقصت عضو مثلا، ودنك اتقطعت، اتعميت مثلا، ما حصلكش اي حاجه يا عم الحاج. يا عم دوس شويه على كرامتك كده لله عشان ربنا يغفر لك. ولا انت مش عاوز بقى ربنا يغفر لك؟ قال الله عز وجل الا تحبون ان يغفر الله لكم. ده ربنا بيحب انه يغفر لك، فانت مش عاوز. الله يكرمك والله يكرمك انت كمان، ما تناموش الليله دي الا وانتم متصلين باي حد بينكم وبينه اي عداوه واي شحناء، وقولوا له ايه؟ سامحيني، سامحني، معلش حقك عليا، انا اسف، كانت ساعه شيطان. بس كلمتين صغيرين على الواتس لو انت مش قادر تتكلم، وهو هيشوفهم وتتاكد. ابعت له ورده كده ايموشن كده، واحد بيهزر واحد بيضحك، ساعتها يمكن قلبه يلين وربنا يرضى عنك وعنه. فاوعى تخصص في هذه الليله اي عباده وما تنامش الا وقلبك في رضا وصفاء لاي حد حواليك. حلو الكلام؟ كلام جميل. شيل بالك الكلمتين الحلوين دول، واوعى تنشر اي كلام تاني يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تاثم. يا اخوانا بقى صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وادعوا لي كده صلى الله عليه وسلم.